أنا عايزة أعرف مين اللي ابتدع فكرة الstrong independent woman، ومش بس ابتدعها، ده كمان روج لها على إنها حاجة فانسي وجميلة جدا، وكل البنات والستات بقوا بينبهروا بطلة الstrong independent woman. وعشان نكون بنتكلم كلام علمي صح، أساسا السترونج اندبندنت وومن دي ظاهرة أساسها تروما من الطفولة، تروما لطفلة ما لقيتش السند الحقيقي من الأب ولا من الأخ، ما لقيتش ظهر ليها يسندها ويساعدها وهي صغيرة وقت ما كانت فعلا محتاجة السند، فقررت إنها هتكبر مش محتاجة لحد، مش محتاجة لمساعدة، مش محتاجة سند، أنا هسند نفسي، أنا هوقف نفسي ومش عايزة حد جنبي. ظاهريا الصورة لطيفة جدا، واحدة معتمدة على نفسها، ايه المشكلة؟ خليني اقولك ان احنا بطبيعتنا كبشر codependent، بنحتاج الآخرين في حياتنا نعتمد عليهم، أكيد مش نعتمد عليهم في كل حاجة، ولكن وجودنا مع البشر فيه كثير من الاعتمادية، الاعتمادية الصحية المتوازنة المعتدلة. ده غير ان فطرة الست اللي ربنا خلقها عليها مش السترونج اندبندنت خالص، فلما انت بتختاري انك تعيشي في حالة مش شبهك، مش شبه فطرتك، بيعمل عليكي ستريسز كتير قوي، بيزود هرمون الكورتيزول بتاع الستريس، بيزود هرمون الذكورة اللي هو المفروض يكون معدلاته طبيعية جدا بالنسبة للستات في القليل، بيلعب في المشاعر والأفكار والمعتقدات اللي في دماغنا عن الذكورة والأنوثة، ولما المعتقدات يحصل فيها تشوه بيأثر على اختياراتنا اللي بعد كده في الحياة. يعني هي ليلة كبيرة جدا حصلت من فكرة حد صدرها لنا وعملها في الفانسي لوك عشان تبان مبهرة والناس كلها تروح لها، وهنا أقدر أقولك إن دي كانت دسة السم في العسل. هفكرك مرة تانية إن إحنا مع بعض هنا في رحلة تزكية عشان نتخلص من أي حاجة ممكن تكون حمل تقيل علينا، وحقيقي فكرة السترونج independent woman حاجة ضد فطرتنا، وعشان كده ما بنقدرش نكمل بيها مدة طويلة، ولو كملنا نعيش تعبانين. وأقولك على كده دوري كده على الستات والأمراض اللي جات لها، أمراض مناعية كتيرة وأمراض مزمنة مش عارفين أسبابها. خلينا في رحلة التزكية دي نعيد توازن حياتنا صح.